تعالوا ارسموا معايا. النهارده هرسم بالوان خشب. قلت ارسم بالوان خشب النهارده تغيير، يعني كنوع من انواع التغيير، وعشان كذا حد منكم كان قايل لي ارسمي بالوان خشب بقى، كفايه الوان ميه وكفايه الوان جواش، زهقنا. فانا قلت يعني انا ما بحبش انزل كلمه للمتابعين بتوعي لان انا بحبكم واحنا صحاب، فقررت ان انا هرسم بالوان خشب. وبالمره قلت اعمل لكم كده ايه توتوريال للوش يعني، فاعملوا سيف للفيديو لو عايزين تعرفوا ازاي بنرسم العينين شبه بعض. عشان ترسموا العينين شبه بعض انا بعمل دايرتين ملهمش اي علاقه بالرسم خالص، يعني دايرتين ما يعني مش اخوات حتى، بس ايه لازمتهم؟ انا بعرف منهم حجم العين هيبقى قد بعض ولا لا، وبتكون سهله على عيني انها تشوف الدايرتين دول شبه بعض ولا لا، فبيطلعوا العينين شبه بعض بناء على الدايرتين دول. حد فهم حاجه؟ ما حدش فهم حاجه؟ طيب زي الفل. المهم زي ما شفتوا كده رسمت ملامح الوش، وبعد كده عشان اسهلها على نفسي جبت قلم ماركر لون البشره بس فاتح قوي، لونت بيه الاول، وبعد كده بقى دخلت بتقل قوي يعني بالوان الخشب. حسيت ان عايزه اعمل لها ميك اب كده صارخ فعملت كده فعلا. تعالوا بقى اوريكم ايه فايده اللون الابيض. اللون الابيض للدمج، يعني بعد ما بنخلص شخبطه بالالوان بندمج بالقلم الابيض. اوكي، دخلنا بقى على الشفايف وقررت اعملها لون برضو غامق زي الميك اب بتاع العين، وبس كده. تعالوا بقى نعمل الشعر. وهنا بجد انا كنت زهقت، انا بجد يعني خلاص بقى كنت جبت اخري، فقعدت اعمل الشعر كده اي حاجه. اخر حاجه بقى وهي اللمسه المحببه الى قلبي، اضافه اللون الابيض عشان يعمل اضاءه. بس كده، قولوا لي رايكم وارسم بالوان ايه تاني.